السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي أنا من المذهب الشيعي. أنا ما أعرف هل أنا مش متابع يعني لكم، بس هل هذا البرنامج أقدر أتناقش فيه في نقطة حيرتني؟ تفضل بالأدب. فقط تفضل. نعم إن شاء الله بالأدب. إن شاء الله بالأدب إن شاء الله. وأي نقطة ضايقتك سأعتذر عليك إن شاء الله. تفضل. شيخي أنا احترت على الأمر اللي الخاص بالتوسل يعني. علماء السنة أو بالأخص يعني السلفية يعني أتباعهم يقولون أن يا علي ويا حسين ويا محمد شرك بالله. نعم. أنا قرأت في عدة مصادر منها صحيح الجامع وغيرها. أيوه. وحديث الأعمى اللي هو اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي. بس عفوا وجه التشابه غير منضبط. الأول الصورة الأولى التي أنت ذكرتها يا علي يا فاطمة يا حسن يا حسين، هذا دعاء غير الله. الصورة لا صبرا بس. نعم خذ راحتك. هذه الصورة التي ذكرتها أنت الأولى، أنت تقول هم يقولون يا علي يا حسين يا حسن يا فاطمة. هذه الصورة من وجهة نظري وفهمي أنها دعاء غير الله. ثانيا الصورة الثانية اللهم إني أتوسل إليك بنبيك، النبي حي آنذاك، ولهذه فائدة سأذكرها لك. هذه فائدة سأذكرها لك في الشرح، لأن التوسل بالحي فيما يقدر عليه، التوسل بالحي فيما يقدر عليه الحي جائز. من صور التوسل بالحي فيما يقدر عليه ادعو لنا يا فلان، انت اسمك ايه؟ خالد؟ جعفر. ولذلك يا جعفر عمر إذ كان العباس رضي الله تعالى عنه حيا، كان عمر يقول اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا وإنا نتوسل. نعم. هي ليست مسألة الأحياء، أنا فاهم أن الحي عندكم يجوز التوسل به. طب أنا أسألك سؤال، أنا بسألك سؤال يعني عفوا. أنت لماذا أنشأت عداوة عندكم وعندنا؟ ألسنا بمسلمين نحن وأنت؟ لا يا شيخ ليست عداوة. إن كانت عداوة صبرا يعني أنا أسألك سؤالا يعني عفوا، ألست أنا بمسلم وأنت مسلم؟ نعم عندي أنا مسلم وأنا مسلم مع اختلاف العقائد. يعني أنت مختلف معنا في العقيدة. أنت تعرف ولا أعرف أني أنا مختلف يعني أنت بس عفوا أنت مختلف معنا في المعتقد. احنا معتقدنا على معتقد الصفات فأنا مختلف، إذا على معتقد خلق القرآن فأنا مختلف، يعني إذا على معتقد الأئمة فأنا مختلف. أنتم لا تقولون بالعصمة ولا أقول صبرا يعني أنت في باب خلق القرآن تقول بخلق القرآن صح؟ نعم أقول بخلق القرآن. وأنت في معتقدك في الأئمة أنهم معصومون لا يخطئون. من الأئمة؟ من هم الأئمة المعصومون؟ 12 علي وولده الحسن والحسين رضي الله عنهم، وأولاد الحسين. طيب هؤلاء من الذكور. ما المستند لك من القرآن والسنة أن الأئمة 12 معصومون؟ لا بس أجيبك، لكن ليس هذا كان الموضوع. أنا أحبك. لا أنا كنت ماشي معك في خط المناقشة، لكن أنت فجرت مسألة كنت أنت في غنى عنها. أنت قلت أنك مختلف معي في المعتقد، فأنا حببت أن أثبت لك من أين أخذ معتقدي حتى أريحك. أنا معتقدي من كتاب الله سبحانه ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل عندك أعتقد أيضا من كتاب الله. هل عندك؟ أستطيع أن أثبت لك الإمامة. نعم يا حبيبي بس أنا بجاوبك احتراما للإخوة المستمعين، لكن أنا سألتك سؤالا، ما الدليل من القرآن ومن السنة على أن الأئمة 12 معصومون؟ أنا أثبت حسن لنثبت النقش أولا، أنا أثبت لك الإمامة من القرآن، ثم سأثبت لك الإمامة للأئمة 12. تفضل. ومن بعدها العصمة.
طيب تفضل. حلو. نخلي، او قبل لا ابدا، نخلي المساله مال يا علي يا حسين يا محمد. إذا أنت تفر من المناقشة. لا انا اسالك قبل ان